ندخل بقى على واحدة من التأشيرات المهمة جدًا والناس كتيرة بتدوّر عليها، وهي تأشيرة السياحة في ليتوانيا. تأشيرة السياحة في ليتوانيا يا جماعة أقصى مدة ليها بتبقى 90 يوم، خلال 180 يوم بتقدروا تحصلوا عليها. وطبعًا زي ما أنتم عارفين ليتوانيا واحدة من دول الاتحاد الأوروبي، فطبعًا كل قوانين الاتحاد الأوروبي بتسير على ليتوانيا زيها زي باقي دول الاتحاد الأوروبي. طيب عشان تقدم على استمارة السياحة في ليتوانيا وتروح سياحة لليتوانيا هتحتاج حبة حاجات. أول حاجة جواز سفر ساري يكون في مدة كافية، وتاني حاجة استمارة طلب التقديم وصور شخصية، بالإضافة كمان إن أنتوا لازم تقدموا الحجز الفندقي، أو إن أنتوا لو أنتوا هتسكنوا مثلا في شقة أو في بيت أو أيا كان لازم تقدموا العنوان السكن اللي أنتوا تقعدوا فيه في ليتوانيا. كمان بتقدموا البرنامج السياحي اللي انت هتروحه، يعني مثلا هتروحوا مثلا في ليتوانيا، هتروح اي البلاد في ليتوانيا هتروح فين بالظبط وايه البرنامج السياحي بتاعك، فلازم تعمل ما يفيد على البرنامج السياحي اللي انت مقدمه او رايح بيه في ليتوانيا. بس كده، ده انت كمان برضو بتقدم كشف حساب بنكي لمدة اخر 6 شهور، بالإضافة كمان لتأمين صحي بيغطي فترة الإقامة بتاعتك في ليتوانيا. كمان برضو من الحاجات المهمة لازم يكون معاك حجز تذاكر طيران ذهاب وعودة. يعني ما ينفعش واحد مثلا يحجز ذهاب فقط ويقول لك مثلا هقدر اسافر عادي ولما بقى اروح من هناك ابقى احجز عوده، ما بينفعش. لازم بتقدم لهم حجز تذاكر طيران ذهاب وعوده، وكمان بيبقى اتش ار ليتر من المكان اللي انت شغال فيه. يعني لو انت مثلا شغال في شركه لازم بتقدم من الشركه ديت، بتقدم لهم خطاب من الشركه بيخاطب سفاره ليتوانيا الموجوده في بلدك ان الشخص ده هياخد اجازه من الفتره ديت للفتره ديت وبعد كده هيرجع الشغل. فطبعا في الخطاب ده بيذكر فيها اسمك والوظيفه بتاعتك وشغال معاهم من امتى والراتب بتاعك قد ايه، فلازم ده يكون مذكور في خطاب الاتش ار. ده كل الأوراق اللي بتقدمها عشان تحصل على تأشيرة السياحة في ليتوانيا. سعر التأشيرة دي برضه بيبقى 80 يورو في الوقت الحالي، بتدفعوها في سفارة ليتوانيا الموجودة في بلدك.